الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة رويبي مريم من قسم أكاديمية الإتقان للقراءات وعلوم القرآن، قسم التميز. أعيش معكم اليوم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك مع لطيفة همسات رمضانية. وفي همستنا الأولى بعنوان دع عنك الكسل رسالة ملهمة تناديك وتقول: انهض فقد بدأ السباق، انهض قبل أن تجد نفسك في المركز الأخير، انهض إن كنت تطمح أن تكون من الفائزين يوم توزع الجوائز يوم العيد. دع عنك الكسل، وإن كان طعمه أحلى من العسل فإن في آخره علقم ينسيك ما كان فيه من حلا. ما هي إلا أيام معدودة وساعات محسوبة، تمر مر السحاب وينقضي الموسم، وتودع شهر الطاعات وموسم البركات. إن لذة الكسل ساعة وتزول، وتعقبها حسرة لا تزول. أما نصب الطاعة فهي ساعة ماضية وتليها فرحة دائمة. اسأل صاحب الطاعة بعد انقضائها هل بقي من تعبها شيء؟ واسأل نفسك هل بقي من لذة الكسل لك شيء؟ والعاقبة للتقوى. لا تجعل رمضان كرجب وشعبان سواء، فإن الله لم يجعلهم سواء. انظر إلى الصالحين ونافسهم في الخيرات، ولا تقل أنا أفضل من فلان وفلان. لا تدع بابا إلا وتطرقه، نافس على الصفوف الأولى، تصدق، أكثر من ذكر الله، لا تترك من قيام الليل ولا ركعة. خصص وقتا لقراءة القرآن، ولا تكتفي منه بالصفحة والصفحتين ولا بالجزء والجزئين، فإن هناك من يختمه في رمضان 10 مرات. فانهض واستمد العون من الله جل وعلا، واسأله القبول، وآلح في الدعاء، وبالله التوفيق. لذلك فلنغلب الكسل بعزيمة الإيمان، ولنكن أقوياء في مواجهته، ولنجعل من هذا الشهر الفضيل محطة للإنجاز والطاعة، وانطلاقة للنجاح والفلاح. إلى أن نلقاكم في موعد جديد مع لطيفة أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh